الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمتقين، وشهر رمضان مباركا للمؤمنين، ومكسبا للعابدين، وحبيبا إلى قلوب العارفين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن شاتمه امرؤ أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصوم لي وأنا أجزي به،
الحسنة بعشر أمثالها. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يكفره صوم الدهر وإن صامه. وأخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، وفي 7 تبقى، وفي 5 تبقى. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه، وأخرج إمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأخرج ابن المنذر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من رمضان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، من تقرب إلى الله بأداء خصلة فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وهو شهر المواساة، من أفطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وهو شهر أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. هو شهر يبث الله فيه الخيرات، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفطر صائما على ظمأ سقاه الله شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين اللتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين اللتين لا غنى لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. من سقى صائما على ظمأ سقاه الله شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. فطوبى لعبد وفق لمتابعة سنة خير العباد. ذلكم التقوى، والتقوى خير ذات. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة
وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه. قد قال تشريفا لنبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. عليكم بالإكثار من الصلاة عليه شكرا، تجدوا ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن الصحابة والخلفاء الراشدين الهادين المهديين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور، وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم ليث بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا بهم، اللهم انصرنا بهم، اللهم انصرنا بهم، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك من كان في هلاكه راحة للمسلمين، ودمر اعداء الدين، واكتب السلامة والعافية لعبيدك المؤمنين، ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وذنا ووباء، وطهر من جميع ذلك بلدنا كانوا خاصة وسائر بلاد المؤمنين عامة، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جماعة wannan hutuba tana bayani ne akan kima da daraja da Allah ya yi wa wannan wata na Ramadana. Amma ya uwa musulmi, kullum hudubar juma'a abin da yasa aka shar'anta ta saboda wayar da kan musulmi ne, ba waje bane da zaka koyi qawaidi ko lahallari ko ishmawi. A wayar da kanka ka fahimci ina aka dosa. yan uwa musulmi, akwai buƙatar cewa mu gane cewa 'ya'yanmu da muke haihuwa muna haihuwarsu ne saboda su maye mana, su yi irin abin da muke yi kuma su maye mana idan ba ma nan. Mazallar sulasulama yana cewa inna waladal mar'i min kasbihi, dan mutum aikinsa ne. Mana duk abin da ɗanka yayi mai kyau to Allah zai baka lada irin wannan, amma in yayi mara kyau to nan akwai magana. Idan baka bashi tarbiya ba a bashi a baka, idan ka bashi tarbiya a bashi zunubi, kai kuma a baka lada ta wanda ya tarbiyanci ɗansa. ya yan uwa musulmi, lalle mu ƙara kula wajen tarbiyyar 'ya'yanmu, mu ƙara kwakwafar 'ya'yanmu, mu ƙara zama da 'ya'yanmu rinka nuna musu yadda rayuwa take, mu ƙara zama da 'ya'yanmu rinka nuna musu yadda mutane suke, akwai na kirki akwai na banza, akwai 'yan aljanna akwai 'yan wuta, kowa yana da alama.
mu nuna ma 'ya'yanmu yadda za su gane mutanen kirki a cikin mutane, mu nuna wa 'ya'yanmu yadda za su gane mutanen banza a cikin mutane. Amma fa jama'a sai fa mun kula cewa 'ya'yanmu suna da haƙƙi kamar haka. Na farko, ka yi yadda za ka yi ka sama wa ɗanka uwa na kirki. Na biyu, ka yi yadda za ka yi ka kula da ɗanka yana ciki, domin akwai cututtukan da ake samu mutum yana ciki in ya fito duniya sai sun yi affecting ɗinsa. Saboda haka lalle in matarka ta ɗauki ta ɗauki ciki ɗa ne ko ya ne, ka ba ta kulawa, ka ba ta gudunmuwa, a dinga faranta mata rai saboda kada bakin cikin ya mata yawa. Ga nauyi a kanta, ga bata san tana bakin siraɗi ko mutuwa ko rai, kuma ga takurawarka ko bakantawar cinka ko na 'yan uwanka ko na iyayenka. Wannan mu kula da wannan. Na biyu, idan aka haifi ɗan a samu suna mai kyau, fata ta gari, ana cewa lamiri ce, a sa masa suna mai kyau wanda sunan zai rinka bin sa, saboda malamai sun ce duk mai suna yana da rabo a sunansa. Na uku, a tarbiyyantar da yaron nan tarbiyya ta yadda zai san Allah ne ya halicce shi ya rinka bauta wa Allah. Ba a bauta wa Allah ba tare da an yi karatu ba. Kaga dole ka karantar da ɗanka yadda zai bauta wa Allah, ko kuma ka haɗa kai da makarantar da za ta karantar da ɗanka wajen koya wa ɗanka ibada. Na hudu, ka koya wa ɗanka tarbiyya yadda ake mu'amala da mutane, haƙƙin na gaba, haƙƙin babba, haƙƙin mai daraja, tausayawa na ƙasa. Sannan kuma ka koya masa sana'a. Ba daidai ba ne kawai ka ce kai abin da ke gabanka haihuwar ɗa, kawai ka ce ai ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha. Ai duk wanda aka haifa ai abincinsa yana hannun Allah. An taba ganin sama ta yi ruwan shinkafa, ko an taba ganin ta yi ruwan magi ko man gyaɗa? Saboda haka wannan rayuwa ce, muna cikin rayuwa manuwal, dole sai mun kula. 'Ya'yan nan namu ba wai a sauƙi ne aka ba, a aiki aka ba mu jajazir. Ko dabbobi kake da su, idan baka amince da hankalin mutum ba za ka ba shi kiyansu ba, balantana 'ya'ya. Saboda haka 'yan uwa, mu kula wajen tarbiyyar 'ya'yanmu, mu kula wajen tsautawa 'ya'yanmu, mu kula wajen shiga da fice na 'ya'yanmu. A ina suke zuwa, waye abokinsu, wannan abotakar ta yi ko ba ta yi ba. Ya kamata mu kula da wannan. Ɗan uwa, mu tashi mu yi sallah.